اهلا وسهلا بكم في قناة صلح العطل بنفسك. النهاردة معانا فيديو جديد ومميز عن فرن الخبيز، اللي هي الفرن بتاعت العيش اللي شغالة بالانبوبة. طبعا زي ما احنا شايفين طبقة الصاج اتاكلت، والمفروض هنا عندي طبقة عازل حراري في النص بين الطبقتين دول مش موجودة. وكمان العميل عامل نظام قفل للباب، لان الباب بيفتح وحده اهو. فاحنا هنشوف هنصين الكلام ده ازاي، وهنرجع الدنيا زي ما هي كانت تاني ازاي. خليك معايا. وطبعا ده بيجي الشكل النهائي للفرن. طبعا رجع جديد على وضعها، والتكلفة برضو على قد الايد مش شديدة. وعملنا برضو المفصلات بتوع البيبان. اثبت الباب معايا اهو، بيجي سليم. هنبدأ نفور البرشام ده كله. هنطلع الوش بالطريقة دي. طبعا ده منظر الوش، ده منظر الوش اللي طلع. هنبدأ نسحب الوش التاني ونشوف الدنيا فيها ايه. طبعا نفس نظام الوش التاني اللي تحت دوت. هتشيل كل البرشام اللي موجود هنا ده، وهتبدأ تطلع الوش وتظبط الكلام. لو نلاحظ هنا الوش هنا ساقط من الناحية دي. كل ده هنظبطه مع بعضينا واحدة واحدة. خليك معايا. طبعا عندنا العتب هنا. احنا بعد ما شلنا الوش عندنا العتب هنا خالع. هنبدأ نديله برشامة اهو. هندي برشامة كده. طبعا البرشامة اللي تحت دي مش ماسكة، فاحنا هنفورها وهندي برشامة تاني مكانها. كده العتب ثبت معايا. هنبدأ نجيب فرخ الصاج. طبعا احنا عشان وقت الفيديو عملنا وقصينا وطبقنا الدنيا، بس هشرح لك الدنيا مشيت معايا ازاي. ده فرخ صاج 2 متر في متر، سماكة 1 ملي. بنجيبه بنقطع على نفس المقاس. لو انت مش حرفي ومش هتعرف تقطع على نفس المقاس، هنجيب الصاجة القديمة وهنحملها تحت الفرخ، وهنبدأ نطبق عليها زي ما انا محتاج في نفس المقاس. هنيجي هنا اهو، هنعديها تحت العتب كده اللي احنا رفعناه. بالشكل ده.
طبعا تحاول مقاساتك تبقى محكومة عشان ما تفرقش معاك في التركيب. كده بالشكل ده ركبت الطبقة الأولانية. هنبدأ نركب هنا في العتب على مسامير. هنيجي هنا كده وهنرفع العتب على ايدينا ونبدأ ندي كم مسمار. بعد ما ادينا اول طبقة هنبدأ ندي الطبقة الثانية اللي هي العازل الحراري. ووظيفة العازل الحراري ان هو بيحجب السخونة عشان السخونة ما تطلعش للطبقة اللي فوق وتعمل معايا مشاكل في الاستخدام. بعد ما خدنا طبقة العزل الحراري تراعي أول ما تشتغل المسافات دي، خليك معايا، المسافات دي لازم تبقى في مسافات هنا اهي، ونفس النظام الناحية التانية عشان تظبط معايا الشعلة بتاعت النار. لأن أنا لما بعمل كده أهو بتتحكم معايا في الدراع ده. هو طبعا هنستعمل ده كده أهو وهنتوكل على الله هنلبس الطبقة التانية. هنبدأ نعمل كده. طبعا الطبقة الثانية احنا خدناها بالمقاس بالشكل ده وزودنا قدام عشان المراية. طبعا لو في اي تطبيعات هتبدأ تطبع بالشاكوش. لو لاحظت هنا دي بعيدة اهو، المفروض الصح ان دي بتتسحب كده اهو، اللون الخارجي اللي من بره ده بيتسحب وبيجي معايا اهو بالشكل ده، بيجي معايا بره كده. هنوريك هتستخدم ازاي وهتسحب ازاي وهتعمل ايه. خليك معايا واحده واحده. ندبس المرايه. بالشكل ده كده نبقى احنا دبسنا المرايه قدام. تعالى نشوف الجنب هنعمل ايه فيه. هتبدأ تدي مسمار هنا في الصاج عشان نقدر نسحب منه كده ونشتغل. ولكن قبل كل حاجة لازم ندي مسمار في الزاوية هنا. أهم حاجة المسامير اللي هي في الأضلاع، يعني اللي في الضلع زي ده مسمار مهم جدا.
كده فاضل معايا الجزء اللي ورا، هتشوف انت هتاخد ايه. وبعد كده يعني احنا هنبص على الجزء ده هو كده اهو. انا كده المفروض ناخد زي تخانة كده 2 سم ولا حاجة. هنبدأ من الوش هنا، هناخد 2 سم من هنا اهو، نفس النظام الناحية التانية. هنجيب اي حاجة كده بحيث العلام يطلع معايا مظبوط، وهنبدأ نعلم عشان نقطع ونطبق الباقي. هنبدأ نقطع بالشكل ده. احنا نبقى كده ركبنا الوش فوق وتحت ال3 طبقات، طبقة العازل الحراري. كده انا فاضل كده اللي فاضل معايا الباب، وعندي هنا الشعلة الداخلية هنثبتها هنا كده بمسمارين، هنوريك هتثبتها ازاي. وبعد كده هنفك البيبان دي ونظبطها مع بعضينا، هوريك هتظبطها ازاي. طبعا انا ركبت الشعلة هنا بمسمارين، ادي مسمار هنا، ولكن عشان كان صعب عليا في موضوع التصوير، ركبنا ادي هنا مسمار وهنا المسمار التاني اهو، وكده دي ثبتت معايا اهي. هنبدأ مع بعضينا نشوف موضوع الباب. طبعا عندي هنا في بعض الافران بتبقى ليها فتحة تهوية هنا، وبيبقى ليها نظام باب بيترفع لفوق وبينزل، ولكن الفرن دي فتحات التهوية بتاعتها هنا ورا، وصاحبها طلب مني ان انا اصممها ليه زي وضعها زي ما كانت على وضع بلادها، ما نعملوش فيها فتح التهوية فوق. هنبدأ مع بعضنا نحل المشكلة بتاعت الباب بتاعت المفصلات. طبعا احنا جايبين مفصلات جديدة، هتجيب طقم مفصلات بالشكل ده اهو، ونبدأ مع بعضنا واحدة واحدة نفور البرشام اللي في المفصلات. هنبدأ طبعا نركب المفصلة الجديدة. بالشكل ده كده نبقى احنا انتهينا من موضوع تثبيت الباب اهو. وطبعا ده بيجي الشكل النهائي للفرن. طبعا رجل الجديدة على وضعها، والتكلفة برضو على قد الايد مش شديدة. وعملنا برضو المفصلات بتوع البيبان، اثبت الباب معايا اهو بيجي سليم كويس، ولكن في المفروض بتركب معايا ايادي هنا
للعازل تكون عازلة عن السخونة بتركب معايا عادي. هنا هنركبها، ولكن عشان وقت الفيديو دي تركيبها سهل، هما مسمارين رباط مش قصة. وكده الفرن رجعت معايا جديدة. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. سلام.